ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. كل فترة كده كنتاكي بتخترع حاجات جديدة، بما ان الفراخ غليت بقى في الفترة الأخيرة فبدأوا يخترعوا كده سندوتش اسمه كنتوك دلع كنتاكي ولا مش عارف، فيعتبر أصغر سندوتش في كنتاكي. فيلا بقى نشوف النهاردة معانا سندوتش كنتوك. قول يا دوحة. نبدأ بقى كده ونشوف كنتاكي بيقول ايه النهارده. اول حاجة الساندوتش معانا، تمام. نجيب طبعا منديلين كده وثلاث اكياس كاتشب. نشوف بقى الكنتوك معانا، والاسم برضو على مسمى اللي عارف هم جايبين يعني دلع لكنتاكي، فكنتوك بقى حاجة صغيرة كده ولا ايه بالظبط، مش عارف انا بهبد ولا لا. بس الساندوتش يعني ب 39 جنيه، ويعتبر يعني فكرة صايعة برضو بالنسبة يعني كنتاكي. المبيعات الفترة اللي فاتت قلت بسبب ان سعر الفراخ اكيد غليت في زيادة الاسعار اللي حصلت في الاخر دي. فكنتاكي اكيد لعب اللعبة دي، واي براند بيعمل كده دلوقتي ان هو يعني بيسوق لحاجة سعرها تكون مناسب لناس كتير، ونفس الوقت يعمل حاجة كده يكون عليها الطلب، علشان بقى الحاجة اكيد غالية عنده. شوف بقى كده الساندوتش معانا، وزي ما انتم شايفين يعني الحجم بتاعه زي ما انتم شايفين صغير كده اهو كده من قريب، تمام. المكونات بتاعته بيجي مايونيز سبايسي والهاليبينو وقطعة ستريبس، قطعتين صغيرين كده وخس من فوق. نبدأ بقى كده نشوف الطعم، وهو اهم حاجة معانا اكيد الساندوتش ده سبايسي. نبدأ بقى كده نشوف الطعم، بسم الله. حلو بصراحة، واللي بيحب السبايسي هيحبه قوي، انما اللي مش بيحب السبايسي فهو يعني مليان. فهو بصراحة السبايسي فيه كتير شوية، فانا مش بنصح لو حد عنده اطفال يعني هيبقى رخم قوي عليهم. وفي نفس الوقت هو حلو قوي للي بيحب السبايسي، انما كنتاكي المفروض كان يلعب لعبة احسن من دي، ويعمل الساندوتش ده ويخترع فيه اختراع حلو، بس ما يحطش فيه سبايسي للناس اللي مش بتحب السبايسي، ويبقى في نفس الفئة السعرية علشان برضو يعرف ان هو يرجع مبيعاته تاني ويواكب الناس كلها ان هي بتشتري من كنتاكي. فبصراحة الساندوتش كويس، ونفس الوقت العيش فريش، الفراخ نفسها فريش. ونجرب كده ونحط عليه كاتشب، شوف بقى الطعم. بصراحة حلو جدا، الفراخ كمان فريش، والتتبيله بتاعتها حلوه، والكابوتشا اللي محطوطه دي كويسه جدا. انما انت بقى كواحد عايز تشبع، الكلام ده مش هينفعك يا معلم. فانت بقى اقول لك ايه، 2 3 كده برضه مش هتشبع. فلو انت بقى ايه اكيل، الكلام ده مش هياكل معاك. نشوف لك بقى ايه اي ساندوتش تاني او وجبه كده من كنتاكي لو انت عايز كنتاكي، او بمعنى اصح تشبع من كنتاكي. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه.